انا عايز حاجه غاليه ما يفرقلكش. انا بقول له هكتب لك تمام، بس ده على حسب احتياجك انت. بيشرفنا وينورنا دكتور ياسر حجاج، طبيب الأمراض الجلدية. الأقصر بقى الشمس قوية أو كده، فمشاكل الشعر أكيد كتير. مشاكل الشعر بتاخد جزء كبير قوي من الفلو بتاع العياده. حلو. زائد طبعا السكين. احنا عندنا طبعا الناس شويه بتغفل انه الشعر ده خلايا زي اي خلايا. مم. مع التقدم في العمر بيحصل له ايجينج اصلا. أوكي. فده سبب مهم جدا يخليني لازم اهتم بالروتين من قبل ما تحصل لي المشكله. انا هقول لك مثلا لما بتجيني عيانه بتيجي تشتكي تقولي مثلا انا حاسه ان انا عندي شعري قصير، او تقولي شعري مثلا انا حاسه ان شعري فيه فراغات، حاسه ان شعري قصير. فبسالها هل هو اصلا طبيعته كده. احنا بنعمل كذا حاجه عشان ناسس طبعا، ودلوقتي التولز اتقدمت اكتر. بنبص طبعا عندنا منظار. يعني نيجي نقول مم. للناس احنا عندنا حاجه اسمها منظار شعر، بيستغرب هو كل دماغه بقى منظار، دي حاجه بقى حاجات جراحيه وكده. لكن احنا عندنا حاجه اسمها منظار الشعر اللي هو الديرموسكوب. احنا عندنا اسباب مختلفه لتساقط الشعر، في اسباب معينه ادت لكده سواء بقى الاسترس او حاجه تانية بقى مينرالز قلت في الجسم، او في اي مشكله صحيه اترجمت، يعني جزء من المشكله اترجم على هيئه تساقط شعر. إيه الروتين اللي حضرتك بتديهولنا نحافظ بيه على شعرنا؟ اللايف ستايل بتاعك عامل ازاي، مم. شغلك عامل ازاي، شربك للميه عامل ازاي، اكلك، بتطلعي في الشمس. لازم صحيح. اظبط الحاجه دي الاول، بعدها بقى بوصف لهم الشامبو المناسب لشعرهم. انا عايز حاجه غاليه ما يفرقلكش. انا بقول له هكتب لك تمام، بس ده على حسب احتياجك انت. استنوا روشتتكم في باقي حلقات روشته من الاخر.